السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه يا طلاب تانية اعدادي؟ النهارده في الفيديو ده هنحل المحافظة التالتة والرابعة من كتاب برافو. الفيديو ده هيكون مهم جدا لأي حد بيستعد للامتحان. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو. ولو حد عنده أي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات وهرد عليكم إن شاء الله. ولو حد حابب ينضم معايا في جروبات الأونلاين هسيب لكم رقمي في الديسكريبشن بوكس. ويلا بينا نبدأ في محافظة الأقصر. أول حاجة القطعة، تعالوا نقراها مع بعض كده واحدة واحدة. أول حاجة ده سؤال بيبدأ بيه بيقول quelle activité tu fais، يعني إيه الأنشطة اللي أنت بتعملها. وده كده يعتبر استطلاع رأي، كل واحد بيقول رأيه في السؤال ده. أول واحدة ريتاج بتقول لنا إيه؟ j'aime beaucoup le sport، أنا بحب الرياضة جدا. je vais toujours au club، أنا بروح كل يوم وبروح دايما au club النادي. pour jouer au tennis، ليه؟ عشان ألعب تنس. دي كده أول واحدة. ماريا بتقول جو جو فوت، جو جو فوتبول، أنا بلعب كورة. avec mes cousines، مع أبناء أعمامي أو بنات عمامي عشان هنا مؤنث. على كامباني، فين؟ في الريف. بعد كده رودينا قالت إيه؟ قالت لنا إيه رودينا؟ بتقول جابيت ألكسندري، أنا عايشة في اسكندرية. dans le nord de l'Égypte، في شمال مصر. je fais de la natation، أنا بمارس السباحة. بعد كده آخر واحدة سُهى بتقول j'aime voyager، أنا باحب السفر. je fais du camping، أنا باعمل تخييم، يعني بتحب تعمل إيه camping. et du bateau، وركوب الإيه، ركوب المراكب. دي كده القطعة سهلة جدًا، أهم حاجة نكون حافظين الكلمات عشان نقدر نترجم. لكن في ناس تقول لي أنا مش حافظة، مش عارف أترجم. فأنت مش عارف تترجم عشان أنت مش حافظ كلمات. نيجي بعد كده لأول سؤال. طبعًا فاهمين أول 3 أسئلة معناهم بيسألوا بask اللي هي بهل، وطبعًا بنجاوب يا إما بوي يا إما بno. أمّا ال3 أسئلة التانيين دول أدوات استفهام مختلفة لازم نكون حافظينهم. أول سؤال est-ce que ريتاج va au club؟ يقول هو ريتاج بتروح النادي، نطلع لريتاج. ريتاج قالت إن هي دايمًا بتروح الclub النادي، يبقى الإجابة هتبقى إيه؟ الإجابة هتبقى oui. يبقى هنقول هنا وي. وطالما الإجابة بوي يبقى كل اللي هنعمله هنشيل اسك وننزل الجملة زي ما هي. في ناس تحب تشيل ريتاج وتقول مكانها ال، هي عادي صح برضو. رقم 2، اسك ماريا جو او فوتبول، واللي هو ماريا بتلعب فوتبول، نطلع لماريا. قالت لنا ان هي ايه ماريا، هي قالت ان هي بتلعب فوتبول يبقى الإجابة بوي. طالما الإجابة بوي قلنا هنعمل ايه؟ هنشيل اسك وننزل الجملة زي ما هي. رقم 3، اسك رودينا أبيت الأقصر، نطلع لرودينا قالت إن هي عايشة في ألكسندرية يبقى الإجابة بنو. وطالما بإجابة بنو هنشيل اسك، هننزل الجملة عادي بس بدل كلمة الأقصر هنكتب مكانها ألكسندري الإسكندرية. كده خلصنا أول 3 أسئلة. نشوف ال3 أسئلة التانيين على القطعة برضو، عشان في ناس بتطلع وتقول هي دي ليها علاقة بإيه. لأ، هم أصلا 6 أسئلة على القطعة. أول سؤال quel est le sport préféré de ريتاج، يعني ما الرياضة اللي بتفضلها ريتاج. نطلع نشوف ريتاج، ادي ريتاج اهي. قالت ان هي بتحب الايه، قالت بتلعب تنس يبقى هي بتفضل التنس. نكتب ايه الجملة؟ عايزين نكتب جملة صح. كل اللي هقوله ريتاج بريفير، نكتب كده ريتاج واقول بريفير واكتب اللعبة اللي هي بتلعبها. وطالما عملت بريفير لازم اقول لو تنس، احط ادوات معرفة. ده كده أول سؤال. رقم 2، أو se trouve à ألكسندرية، يعني أين تقع الإسكندرية؟ هي قالت لنا تقع فين؟ قالت dans le nord de l'Égypte. فهاقولها إزاي؟ فهاقول ألكسندريه se trouve، هنعمل مقص ونروح نكتب الجملة اللي فوق. dans le nord de l'Égypte، من أول هنا لحد إيجيبت. نيجي للسؤال الأخير في القطعة. بيقول أوياسك سوري كاسك سهى في، يعني ماذا تفعل سهى؟ إيه الحاجات اللي بتحبها سهى؟ نطلع نشوف. قالت جيم فواياجي جو في دو كامبينج اي دو باتو، يبقى إيه الحاجات اللي هي بتعملها؟ هي دي جو في دو كامبينج اي دو باتو. بس ما ينفعش انزلها زي ما هي. ليه؟ لأن هي بتقول أنا بعمل كامبينج ودي باتو بتركب مراكب، لكن ده ما ينفعش. ما ينفعش أقول أنا، لأن هو بيسألني على سهى. يبقى أنا كل اللي هعمله عشان تبقى الإجابة صح، ممكن بدل الجو أقول سهى أو أقول ال هي. وverb فعل مع القلب بيبقى FAIT مش FAIS بس، ونكمل الجملة عادي. لو أنا مش فاكر، كل اللي هاعمله هاقول أهي موجودة أهي سُهى في، وأكتب الحاجات اللي هي بتعملها بس. فهو نُص الإجابة دايمًا بيكون موجود في السؤال. كده خلصنا القطعة، نخش على أول سؤال في المواقف.
بيقول tu rencontres ton ami le soir، أنت قابلت صديقك le soir في المساء. tu دي أنت هتقول له طالما في المساء يبقى هاقول له bonsoir، ما ينفعش أقول bonjour. رقم 2 pour prendre congé، عشان تودّع شخص، دي كلمة على بعضها معناها يودّع. tu دي أنت هتقول له à tout à l'heure والّا pardon والّا merci. merci بتاعة شكرًا. pardon معناها معذرةً، أنت كده خبطت حد فبتقول له معذرةً. يبقى أنا هاختار إيه à tout à l'heure اللي هي أشوفك إيه، أشوفك على ميعادنا، اتفقت معاه على ميعاد وتقول له هاشوفك على ميعادنا بقى à tout à l'heure. رقم 3 ton ami te demande، صديقك بيسألك qu'est-ce que tu prends comme dessert، ماذا تتناول كتحلية. tu دي أنت هتقول له poulet دجاج مش تحلية، tomate دي طماطم نفس الكلام، de la glace اللي هي الآيس كريم. رقم 1 وإحنا بنحل تصريفات الأفعال لازم أركّز كويس أوي جدًا، هو في كلمة دالة على المستقبل والّا على الماضي والّا ما فيش حاجة؟ لو مستقبل يبقى لازم أصرّف في المستقبل، لو ماضي يبقى لازم أصرّف في الماضي، أمّا لو ما فيش ولا كلمة دالة يبقى عادي أصرّف في المضارع. نشوف أول حاجة بيقول demain، demain معناها غدًا، أشهر كلمة بتيجي في المستقبل. غدًا tu نقط أوكي، عايز تصرّف verb voyager. إحنا خدنا المستقبل البسيط بيتصرّف إزاي، لو ده مجموعة أولى من الفيربات المجموعة الأولى كل اللي أعمله إن أنا باسيبه زي ما هو voyager وأحُط مع to بنحُط AS voyagera، سوف أسافر القاهرة. طب في طريقة تانية يا ميس أسهل من كده؟ فاكرين في الترم الأول مش إحنا أخدنا المستقبل القريب؟ لو صرفتها في المستقبل القريب برضه هتبقى صح، بس هتتصرّف إزاي؟ المستقبل القريب كان بيتصرّف verb aller زائد المصدر. طب هاتصرّفه إزاي؟ مع tu verb aller بيبقى tu vas VAS، وبعد كده باحُط الverb في المصدر، يعني بانزّل voyager زي ما هو. وهنا على فكرة verb aller مش معناه يذهب، قُلنا بييجي معناه هنا في الزمن ده معناه سوف، سوف أسافر. فسواء عملنا بدي صح أو دي صح. رقم 2 رقم 2 بيقول لي علي منير، طالما عندي اسمين يعني هيتصرّفوا زي il avec s عشان ولاد. نقط du sport، هل في كلمة تدُل على الماضي؟ لأ. هل في كلمة تدُل على المستقبل؟ لأ، يبقى أنا هاصرّف في المضارع. verb faire بيتصرّف إزاي مع الil avec s؟ بيبقى font F-O-N-T. رقم 3 en été je نقط chante، ده verb avoir عايز أصرّفه مع الjeu. لا في كلمة تدُل على مستقبل ولا على ماضي يبقى أنا هاصرّف في المضارع. verb avoir مع الjeu بيبقى J-A-I. رقم 4 hier، كلمة hier معناها امبارح اللي هي أمس، يبقى كلمة بتدُل على الماضي. je نقط chez mon oncle، عندي verb aller يتصرّف إزاي؟ أول حاجة باعملها إن أنا باصرّف verb aller مع النو في المضارع، دي كانت خطواته. رقم 1 أصرّف verb aller في المضارع، هيتصرّف إزاي مع النو؟ هيبقى nous allons بالشكل ده. وتاني خطوة باشيل ONS، باشيل النو واكتب اللي اتبقى من الverb، والنهاية بتاعة الجو AIS. الجو بتاخد AIS يبقى j'allais chez mon oncle، امبارح أنا رُحت عند عمي. طب في طريقة تانية، في طريقة تانية، مش إحنا خدنا الماضي المركب؟ بس عايزة أقول لكم إن الطريقة دي أسهل على فكرة. الطريقة التانية بتاعة الماضي المركب لازم تبقى عارف ال14 verb اللي بييجوا مع verb être. verb aller ده كان من اللي بياخدوا verb être، فverb être مع je هيبقى je suis. تمام. طب verb aller لازم أخلّيه يبقى اسم مفعول، ما هو أصلًا كان بيتكوّن إزاي الماضي المركب؟ من verb être أو avoir، دول كانوا أفعال مساعدة، زائد اسم المفعول. الاسم المفعول من aller بيبقى بالشكل ده، بنشيل الR وبنحط على الE accent، بس كده، ده الاسم المفعول بتاعه. بس حاجة كمان verb être كان بياخد تبعية، ولكن هنا je هي عادي أنا مش عارف هو ولد والّا بنت، فخلاص باسيبها زي ما هي. أمّا لو قال لي ال هي يبقى لازم أحط لها E، أحط إيه في الآخر. أمّا هنا ما فيش أي حاجة يبقى أسيبها زي ما هي. وزي ما قُلت لكم الطريقة الأولانية بتاعة الماضي البسيط هي أسهل. رقم 1 on a نقط vélo، الفيلو تاخد un والّا in والّا des؟ كلمة فيلو مذكر يبقى تاخد الun. رقم 2 il pleut pelle نقط son ami، دي كده المقارنة اللي هي بتاعة pleut que أو moins que، فأنا في حاجة ثابتة باحطها يا إما الque دي يا إما الque apostrophe. فأنا على حسب إيه، على حسب الحرف ده، الحرف ده ساكن يبقى ياخد الque عادي، يبقى الque apostrophe ما تنفعش. رقم 3 on part à الأقصر، إحنا هنرحل الأقصر. نقط train، تران ده كده وسيلة مواصلات، تاخد حرف الجر إيه؟ كان في قاعدة لو وسيلة مواصلات مقفولة يعني هادخل جواها تاخد الon، يبقى التران تاخد الon. أمّا لو وسيلة مواصلات مفتوحة يعني هاركب عليها يبقى تاخد الآ اللي هي الأخيرة. زي إيه؟ زي العجلة مثلًا اللي هي الفيلو، زي الموتو الموتوسيكل، أي حاجة مفتوحة تاخد الآ.
أمّا لو حاجة مقفولة زي التران، القطر، الفواتير العربية، البوس، الأوتوبيس، أي حاجة مقفولة تاخد الon. دي خلّوها قاعدة عشان السؤال ده مهم أوي. رقم 1 في أوجد سؤال. Je vais à الأقصر en hiver. أنا رايح الأقصر en hiver في الشتا، على فكرة ده يعتبر وقت. طالما وقت مش متحدد بساعة يبقى أقول له quand، هاسأل بمتى. عايزة أقول متى تذهب إلى الأقصر، يبقى quand وأحط الva. تبقى كده غيّرناها ليه يا miss VAS؟ لإن إحنا هنغيّر الجا تبقى to. هاقول له إمتى هتروح أنت؟ يعني أنا باسأل شخص ما باجاوبش نفسي يعني، يبقى quand vas-tu واكتب الأقصر. تمام. رقم 2 il est 8 heures. دي ساعة عامةً. كان بنسأل الساعة عايزة أقول الساعة كام دلوقتي كنا اسمها quelle heure a-t-il؟ quelle heure a-t-il؟ اللي بعده أو il est quelle heure اللي أنتم عايزينه. رقم 1 في الcomplete بيقول لي j'ai envie de، أنا أرغب فيه. بييجي بعدها الverb في المصدر. في حاجات كتير أوي ممكن نقولها، ممكن أقول أنا أرغب في إن أنا manger، آكل، عايزة آكل. ممكن أقول dormir، ينام. أي حاجة بقى ترغب في كذا، شوفوا أنتم عايزين تقولوا إيه وحطوه. اللي بعده بس أهم حاجة يكون الverb في المصدر. رقم 2 je vais au stade pour، بعد pour برضه الverb لازم يكون في الأنفاسة في المصدر. فأقول أنا رايح الاستاد ليه؟ pour voir، علشان أشوف له ماتش. مش أي حاجة تانية أعملها يعني. رقم 3 en vacances. en vacances في الأجازة وحاطط لي الon. ممكن أقول on إيه؟ on va، أحط مكان مثلًا à la mer، أنا رايح البحر. ممكن أقول مدينة، يعني on va وأقول à Paris مثلًا، أنا رايح باريس. أي حاجة بقى. في حرف إيه هنا؟ اللي بعده. كده خلصنا المحافظة الأولانية. نيجي بعد كده المحافظة رقم 4، محافظة بني سويف. نقرا أول حاجة وهي القطع. برضه نفس الكلام شبه المحافظة اللي فوق، كان حد بيسأل سؤال وكل واحد بيجاوب. quel sport préférez-vous؟ إيه الرياضة اللي أنت بتفضلها؟ علي عنده 15 سنة بيقول لنا إيه؟ j'adore le tennis، أنا بحب التنس. je vais au club chaque jeudi، أنا بروح النادي chaque يعني كل jeudi يوم خميس، كل يوم خميس أنا بروح. avec mes amis مع أصدقائي pour faire du tennis عشان ألعب تنس. le vendredi، vendredi ده يوم الجمعة. je vais à la piscine avec ma famille، أنا بروح البسين مع عائلتي. ده كده خلصنا علي. رقم 2 اللي بعده منى عندها 16 سنة بتقول j'aime pratiquer le volley au club، أنا باحب أمارس الفولي بول في النادي. je n'aime pas la nata je n'aime pas la natation، أنا ما باحبش الناتاسيون. عادل عنده 15 سنة بيقول je joue au football، أنا باحب ألعب فوتبول، أو أنا مش باحب، أنا بالعب فوتبول على طول. au club في النادي avec mes amis مع أصدقائي 2 jours par semaine، يومين في الأسبوع. إيه كلمة سوماني يعني أسبوع. إيه je regarde، أنا باتفرج دي ماتش على تلفزيون، على الماتشات في التلفزيون. نيجي بعد كده لأول سؤال بيقول اسك علي أم لا ناتاسيون؟ هو علي بيحب الناتاسيون. تعالى كده نشوف. هو قال إن هو بيروح في البسين مع عائلته يوم الجمعة، يبقى أكيد بيحب الناتاسيون السباحة. يبقى هقول له وي، وطالما الإجابة بوي هنشيل اسك وننزل الجملة زي ما هي، وعلي ممكن نشيله ونحط إيل. رقم 2 اسك عادل va au club 3 jours par semaine؟ هو عادل بيروح 3 أيام في الأسبوع النادي. نطلع نشوف فين عادل أهو، قال لنا 2 jours مش 3، يبقى no. وهاعمل إيه، هاشيل اسك أنزّل جملة عادي، بس أول ما أوصل عند تروّا هاشيلها وأحط دو بس. هو ده اللي أنا هاعمله، ونكمل باقي الجملة برضه. رقم 3 اسك منى à 6 ans؟ هي منى عندها 6 ans؟ 6 ans ده اللي هو رقم كام؟ رقم 16، وهي عندها 16 فعلًا، يبقى الإجابة بوي. أقول وي وأشيل اسك وأنزّل الجملة. رقم 1 في ال3 الأسئلة التانيين بيقول لي quand est-ce qu'Ali va au club؟ إمتى علي بيروح النادي؟ نطلع نشوف علي كان بيروح إمتى. علي بيروح النادي chaque jeudi. ما ينفعش أقول كده، ما ينفعش أقول je vais، أمال هاقولها إزاي؟ نُص الإجابة من السؤال، هاقول علي va au club وأقول chaque jeudi، كل خميس، يعني أكتب دي chaque jeudi. السؤال اللي بعده كاسك منى aime pratiquer، هي منى بتحب تمارس إيه؟ نطلع نشوف j'aime pratiquer le volley au club، يبقى هي بتحب تمارس الفولي. هاقولها إزاي جملة كاملة؟ هاعمل كده، هاقول منى aime pratiquer وأقول le volley، بس كده. اللي بعده، السؤال اللي بعده بيقول avec qui، مع مين عادل، مع مين عادل joue au football، بيلعب فوتبول. نطلع نشوف عادل بيلعب فوتبول إزاي. آدي عادل بيلعب مع مين، سوري، بيلعب مع avec mes amis. طب نقولها إزاي؟
هاقول عادل joue au football avec mes amis. في حرف E هنا في كلمة volley. رقم 1 في الموقف، كده خلصنا القطعة، ما فيهاش حاجة صعبة. أول سؤال tu demandes à ton ami أنت بتسأل صديقك le basket الباسكت c'est quoi؟ يعني إيه c'est quoi؟ ما هذا؟ يعني دي بتسأل عن ماهية الشيء. il dit هو هيقول لك إيه؟ c'est une matière دي مادة خام؟ أكيد لأ. c'est un sport فعلًا هي رياضة. c'est un journal إن هي جرايد؟ أكيد لأ. رقم 2 ton ami te demande tes projets en vacances صديقك بيسألك عن مشروعك في الأجازة هتعمل إيه في الأجازة يعني هو هيقول صديقك اللي سأل وهو اللي هيقول يبقى إحنا عايزين سؤال مفيش غير سؤال qu'est-ce que tu feras en vacances هتعمل إيه في أجازتك اللي جاية نيجي لرقم 3 tu demandes à ton ami أنت بتسأل صديقك comment tu voyages à Paris كيف تسافر إلى باريس هو هيقول هيسافر بإيه أكيد بالأون أفيون هو يقصد يعني إن أنت في مصر عشان هو منهج مصري إحنا بنتكلم فيه دلوقتي فأكيد هتسافر باريس بالطيارة لا أكيد في الأون إي تي ما تنفعش والأفيلو العجلة ما تنفعش نيجي بعد كده لرقم 1 بيقول demain دي كلمة دالة على المستقبل معناها غدًا. mon uncle هيتصرف زي الإيل هو. طب أنا عندي venir بيتصرف إزاي verb venir شكله بيتغير لإنه شاذ بيبقى viandr وبنحط النهاية بتاعة mon uncle اللي هي الإيل اللي هي حرف الأ. طب في طريقة تانية بتاعة المستقبل القريب كنا بنتصرف إزاي مع الإيل هتبقى il va verb aller زائد المصدر venir. verb aller زائد المصدر. رقم 2 النوع عندنا verb jouer اتصرف إزاي هنشيل ER ده على فكرة ده كده مضارع عشان ما فيش ولا كلمة دالة على ماضي ولا مستقبل فهاشيل ER والنو تاخد ONS. بعد كده رقم 3 hier nous كلمة بتدل على الماضي اتصرف إزاي verb voir مع النو أول حاجة قلنا إن إحنا هنصرف verb voir مع النو في المضارع دي أول حاجة فيبقى voyons بالشكل ده. طب هاعمل إيه؟ أشيل ONS وأشيل النو فيتبقى Y بالشكل ده. النو بتاخد إيه؟ بتاخد IONS. رقم 4 il وعندنا verb faire chante on été يتصرف إزاي؟ ده كده مضارع عادي يبقى FAIT. نيجي بعد كده للسؤال اللي بعده je fais نقط natation كلمة natation تاخد إيه؟ natation تاخد دولة عشان هي كلمة مؤنث. رقم 2 إيه ليه؟ والمفروض إن أنا أختار صفة فسيولوجي اللي هي متعب طب هي أنا عندي بنت يبقى لازم أختار صفة بنت. رقم 3 نقط sport préféré إيه لو تنس sport préféré المفروض إن أنا أختار صفة ملكية كلمة sport مذكر يبقى تاخد المان. يجي لي يوجد سؤال بيقول je vais à la campagne أنا رايح الكامبانيا الريف يبقى أنا كده عندي مكان مسبوق بحرف الجر يبقى هعمل سؤال بأو أين وأقول où vas-tu أين تذهب؟ فالإجابة تبقى à la campagne. رقم 2 pour faire de la natation لكي pour faire de la natation علشان تمارس سباحة لكي تمارس سباحة ممكن أقول إيه؟ أقول مثلًا pourquoi ليه بتروح البيسين مثلًا، ليه بتروح البحر وهكذا، فأقول عشان أنا بامارس سباحة، فهاسأل pourquoi اللي هي معناها لماذا pourquoi vas-tu à la piscine مثلًا، أنت ليه بتروح البيسين؟ رقم 1 في الcomplete الentraîneur المدرب المفروض نقول إنه بيدرب اللعيبة يبقى on train وأقول بعدها إيه les joueurs بيدرب اللعيبة. رقم 2 pour faire du tennis عشان تلعب تنس il faut يلزم إيه؟ يلزم une balle لازم كرة صغيرة ما ينفعش أقول ballon كرة كبيرة. آخر سؤال en hiver في الشتا il fait الجو بيكون الفي على بعضها معناها الجو الفي إيه؟ الفي froid الجو بارد. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. أهم حاجة زي ما قُلت لكم إن أنتم تكونوا حافظين كلمات عشان تعرفوا تترجموا الكلام كويس، تكونوا حافظين أدوات الاستفهام عشان تعرفوا تحلّوا أسئلة القطع اللي فيها أدوات استفهام مختلفة، وتعرفوا تكوّنوا سؤال. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو، ولو حد عنده أي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات وهارُد عليكم إن شاء الله. ولو حد عايز ينضم معايا في جروبات الأونلاين هاسيب لكم رقمي في الdescription box. وأشوفكم في فيديو جديد. au revoir.